المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إرتيا نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم محمود، البدء كالعادة بأبرز العناوين. فخامة الرئيس السياسي الأفريقي يلتقي خادم الحرمين الشريفين. تقييم تطعيم السحائي في جنوب البحر الأحمر. تنوير الطلاب في سوابق الامتحانات الوطنية. معطل أكثر من 20 شخصا إثر هجوم بالكاميرون. القوات السورية تحكم السيطرة على حلب. ومحادثات بين الاتحاد الأوروبي والدول في منطقة البلقان. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعد ظهر اليوم بالقصر الملكي في الرياض الرئيس السياسي أفورقي والوفد المرافق له بمراسم الشرف الرسمية. وذكر الملك سلمان في لقائه بالرئيس السياسي العلاقات التاريخية بين إريتريا والمملكة والمصالح المشتركة، مؤكدا استعداد بلاده للدفع بالتعاون الثنائي. وأشاد الملك سلمان بدور إريتريا للسلام والتعاون الإقليمي في القرن الإفريقي. وشكر الرئيس السياسي أفورقي لصداقة ودعم المملكة لإريتريا، مشددا بأن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة لها المسؤولية الأولى لسلام وتطور الجوار. حضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان جبراب، ومن الجانب السعودي وزير الخارجية السيد فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير التركي بن محمد بن فهد، وسفير المملكة في إريتريا السيد صقر سلمان القريشي، وكبار المسؤولين في المملكة. وقد توجه الرئيس السياسي أفورقي إلى المملكة العربية السعودية صباح اليوم في زيارة عمل رسمية تستغرق 3 أيام بموجب الدعوة الموجهة إليه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وكان في استقبال الرئيس السياسي أفورقي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض كبار المسؤولين، يتقدمهم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء. عقد في مدينة عصب اجتماع لتقييم حملة التطعيم ضد مرض السحائي وتقديم فيتامين ألف التي جرت في إقليم جنوب البحر الأحمر من 15 إلى 30 من نوفمبر 2019. وقال مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم السيد سفاو نجاسي أن الحملة كانت ناجحة نتيجة المشاركة الواعية للشعب والشركاء وتفاني المهنيين الصحيين، وشكر كافة المساهمين في الحملة. وأوضح منسق برنامج التطعيم في الإقليم السيد حمد إدريس أن الحملة نفذت في 227 نقاط دائمة ومتنقلة، والذهاب بالدواب والأقدام إلى الأماكن التي ليس لها المواصلات، وقد تم تغطية جميع القرى. وذكر أن اللقاءات التي جرت مسبقا مع الشركاء والشعب والمهنيين الصحيين والبرامج المشتركة التي وضعت قد ساعدت لإنجاح برنامج التطعيم، مشيرا إلى أن التطعيم السحائي بلغ أكثر من 95% وفيتامين ألف 98%. من جانبه أوضح مسؤول برنامج التطعيم الوطني السيد تيدروس يحدق أن حملة التطعيم ضد مرض السحائي وتقديم فيتامين ألف جرت على مرحلتين على المستوى الوطني، وكانت مميزة في نطاق واسع من البلاد، وظهرت المصاعب في بعض المناطق لتنفيذها في فصل الشتاء، وأنها في العموم كانت ناجحة. وقدم حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتعي شهادات الشكر والتقدير لكافة المساهمين لإنجاح برنامج التطعيم، وقال أن نجاح البرنامج يرتكز على تعبئة وتنسيق جميع القدرات التي يتوجب تكرارها مستقبلا في البرامج المماثلة. قدمت معلومات لطلاب الصف الثاني عشر بمدرسة ورساي كالو الثانوية أعضاء الدفعة الثالثة والثلاثين للخدمة الوطنية بشأن إدارة الوقت وأسلوب امتحانات الشهادة الوطنية.
وقدم في التنوير يومي 15 و16 توضيحا للطلاب للتعرف جيدا على التعليمات والمعلومات المقدمة والتركيز على الجهد بعيدا عن الآمال غير الواقعية وتوخي الحيطة من الأخطاء البسيطة التي يكون ضررها كبيرا في الامتحانات. وأوضح منظمو البرنامج بأن الاستعداد الجيد للامتحانات والتركيز يؤدي إلى النجاح. هذا وستجري امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية في شهر مارس القادم. قدمت دعوة لتعزيز دور الإدارة لتأمين كفاءة الخدمات الاجتماعية في مديرية حاجات إقليم عنسبة. وبحث اللقاء الذي نظم في 12 من فبراير البرامج التنموية انتشار الخدمات الاجتماعية ودور المواطنين. وقدم المدير التنفيذي للمديرية السيد طه هيمانوت موسائيل توضيحا مفصلا حول الإيجابيات والسلبيات لمؤسسات الخدمات الاجتماعية في المديرية، مشيرا إلى أن إدارة الأقليم تبذل جهدها لإنشاء خدمات اجتماعية تغير الحياة المعيشية للمواطنين. من جهته أوضح حاكم الإقليم السفير عبد الله موسى أهمية التنسيق الفعال للمواطنين من أجل إنجاح البرامج التنموية الجارية، وأن إدارة الإقليم ستعمل جاهدة حسب المستطاع لإنشاء الخدمات الاجتماعية التي ستغير الحياة المعيشية للمواطن. وقدم المشاركون آراء ومقترحات بناءة أهمها توسيع وتطوير مستشفى حجات الأهلي من حيث الكادر الصحي والأجهزة الطبية، ومنع اهتمام لتراكم ضريبة الأراضي وتوزيع أراضي سكنية وغيرها من الآراء والتوصيات. دعا الاجتماع الذي عقد في مدينة عدة أياح لتعزيز دور أولياء الأمور في العملية التعليمية ومتابعة الآباء وتشجيعهم. وقدم في الاجتماع التقييمي للتعليم تقرير عن أوضاع المدارس والطلاب والمعلمين وأنشطة الريادة والثقافة والصحة وغيرها. وأشار التقرير إلى ضعف دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم، داعيا لسد النقص في المعلمين في بعض المدارس، وأشاد بالمشاركة الشعبية لبناء فصول إضافية. وذكر مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ بيان تسفاي وجود 14277 طالب في مدارس المديرية 24، داعيا لتقوية جهود المعلمين وأولياء الأمور لحل نقص المشاركة في التعليم في المرحلة الابتدائية. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم والأنباء العالمية. قتل 22 مدنيا بينهم 14 طفلا إثر هجوم وقع على قرية تونومبو بالمنطقة الشمالية الغربية الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون، وفق ما أفاد به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في البلاد. وقال المسؤول في المكتب الأممي جيمس نونان لوكالة الأنباء الفرنسية إن مسلحين ارتكبوا المجزرة في قرية تونومبو في المنطقة الشمالية الغربية. وأضاف أن ما لا يقل عن 22 مدنيا قتلوا، بينهم العديد من الأطفال. وأدى الصراع المستمر منذ 3 سنوات بين الحكومة والمسلحين في المناطق الناطقة بالإنجليزية الذين يسعون إلى الانفصال عن الكاميرون الناطقة بالفرنسية إلى سقوط أكثر من 3000 قتيل ونزوح 700 ألف شخص. قال الجيش السوري إنه فرض سيطرته الكاملة على عشرات البلدات في ريف حلب الشمالي الغربي، وسيواصل حملته للقضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت. يأتي تقدم القوات السورية بعد أن نجحت في طرد مسلحي المعارضة من طريق M5 السريع الرئيسي الذي يربط حلب بالعاصمة دمشق، مما أعاد فتح أسرع طريق بين أكبر مدينتين سوريتين للمرة الأولى منذ سنوات في إنجاز استراتيجي كبير. وتقاتل القوات الحكومية منذ بداية العام بدعم من الضربات الجوية الروسية المكثفة لاستعادة ريف حلب وأجزاء من محافظة إدلب المجاورة، حيث آخر معاقل المعارضة المناهضة للرئيس بشار الأسد. ودفع تقدم القوات السورية مئات الآلاف من المدنيين للفرار صوب الحدود مع تركيا في أكبر عملية نزوح جماعي في الحرب الدائرة منذ 9 سنوات. ومن المقرر أن تجري تركيا وروسيا جولة جديدة من المحادثات في موسكو
بعد أن طالبت أنقرة مرارا بتراجع قوات الأسد وتطبيق وقف إطلاق النار. التقى رئيس المجلس الأوروبي تشارلي ميشيل قادة 6 دول من غرب البلقان تسعى للانضمام إلى التكتل، وذلك قبل قمة بهذا الشأن مقررة في زغرب في مايو المقبل. ويجهد الاتحاد الأوروبي للحفاظ على مصداقيته مع دول البلقان بعد إخلاله بوعده مع ألبانيا وشمال مقدونيا للبدء بمفاوضات الانضمام في أكتوبر، ما استدعى إرجاء آخر لهذه المفاوضات على الرغم من قيام هاتين الدولتين بإصلاحات رئيسية استعدادا لهذه المرحلة. ومع أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت على استعداد للبدء بالمفاوضات، إلا أن فرنسا قادت مجموعة صغيرة عارضت هذه الخطوة، في حين قادت ألمانيا جهودا مقابلة لإعادة عملية الانضمام إلى مسارها الصحيح. وتتخوف دول في الاتحاد الأوروبي من أن إبعاد العديد من الدول في منطقة البلقان الاستراتيجية عن الكتلة من شأنه يدفع تلك الدول إلى أحضان روسيا والصين. شهدت ولاية ميسيسيبي حدوث فيضانات كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى ارتفاع منسوب مياه النهر. وأعلن حاكم الولاية تيت ريفر حالة الطوارئ ودعا إلى إجلاء آلاف الأشخاص في سهل نهر اللؤلؤ بعد وصول ارتفاع المياه إلى مستويات قياسية هي الأكبر منذ حوالي 40 عاما. وقامت جاكسون التي تعتبر من أكبر مدن الولاية بإصدار أمر بالإجلاء الإجباري لمدة 7 أيام على الأقل لسكان المناطق المنخفضة. وأكد تيت ريفز أن أكبر من 2400 منزل وهياكل أخرى في جاكسون وبالقرب منها يمكن إما تغمرها المياه أو تصبح معزولة بسبب غزارة الأمطار. هكذا انتهت النشرة مشاهدينا الأكارم، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.